السلام عليكم حبايب قلبي، وحشتوني قوي قوي. يلا قبل ما نبدأ الحلقة ال25 من رواية دموع السيف، يلا نقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. يلا بينا نبدأ. سيف كان قاعد في الأوضة بيفتكر اللي حصل ودار بينه وبين دموع، وقعد بيهز رجليه بعنف وبيدخن بشراهة، وفجأة قام ووقف طلع لوحات الرسم والأدوات والفرش بتاعته وبقى يرسم بسرعة وغضب ويدمج الألوان ببعضها ولوحة ورا التانية في وقت قياسي. قعد وهو حاطط ايده على راسه وشعره نازل على وشه بإرهاق، وبص للوحات وبين صوابع السيجارة وشاف انه اللي بيتمناه اتجسد له في لوحاتها. اللي بيهرب منه شافه قدام عينيه، صوابعه مع عقله الباطن صدمه بالواقع المر. فارس دخل اوضته وغمض عينيه وهو بيفتكر اللي حصل بينه وبين ندى، وكانت الضحكه ماليه وشه ورجع كشر والحزن اترسم على ملامحه، ومحبش انه فاق وشرب قهوه علشان ما يفتكرش انها كانت مش في وعيها ولا دي طبيعتها، وكل اللي حصل ده مجرد استغلال للظروف من ناحيته هيصدمه بالواقع الأليم في الصباح الباكر. هز دماغه بالنفي وهو مش عايز يفكر في اللي هيحصل بعدين، وافتكر التليفون وقام يجيبه علشان يتفرج على خناقتها هي ودموع لما حس انه مشتاق لها ومش هيقدر يكلمها علشان نامت. فتح عينيه وقام ياخد التليفون من على الكومودينو وهو بيضحك من قبل ما يشوف منظرهم، ويشغل الفيديو وبقى يضحك بصوت عالي. ولسه هيقفل التليفون اتصدم لما لقى الكاميرا لسه شغالة ودخول سيف والطريقة اللي شال بيها دموع اللي كلها حنان وهمسه ليها وهو بيهديها، ولما فضل شايلها في حضنه ومشي بيها وكأنها بنته الصغيرة وبعد عن الكاميرا، وظهر هو وندى وقلبه دق وهو مش مصدق ان اول لحظة بينهم موثقة. فارس خبط على راسه وهو بيتنفس بسرعة. يا لهوي، ده مها بتحبني قوي بجد، مش مصدق. بس اهدى، اكيد الفيديو مش مكمل للاخر. نام فارس على السرير ونفسه مضطرب وجسمه سخن لما شاف الطريقة اللي قرب بيها من ندى، وهو نص اللي حصل بينهم تقريبا مش فاكره قوي. قعد فارس يتفرج وهو مبتسم. أول همسة ليه مع ندى اللي كانت بتتكلم بطفولة مش لايقة على شخصيتها القوية اللي بتظهرها دايما. خلصت ليلة صعبة على كل أبطالنا ما عدا ندى ودموع اللي نايمين في كوكب آخر. سيف وفارس وتميم وياسمين اللي ما بطلتش عياط للفجر بسبب اللي حصل واللي عملته. صحي سيف عمل قهوة وصحى فارس وتميم اللي شرب قهوته مع سيف، وفارس عمل نسكافيه ونزلوا كلهم مع بعض. ندى ودموع صحيوا بسبب ضوء الشمس اللي دخل من البلكونة المفتوحة. دموع بإرهاق: يا دماغي الحقيني يا ندى، صداع هيموتني. ندى بنفس الإرهاق: ومن سامعك أنا كمان دماغي هتتفرتك. وانتفضت مرة واحدة وبصوت عالي: فارس فين؟ دموع فتحت عينيها بخضة: مالك يا بنت المجنونة؟ فارس مين دلوقتي؟ خضتيني. ندى وقفت بدوخة: فارس يا زفتة، فارس كان هنا امبارح، انت نسيتي؟ دموع اتعدلت وافتكرت لما فارس جه وكلامهم اللي مش فاكرة نصه، وبعد كده لمحات كده زي الطشاش، صور سريعة بتتحرك زي الشريط، وصوتت بصوت عالي وهي حاطة ايدها على وشها. ندى جريت ناحيتها: في ايه يا بنت مالك؟ دموع نزلت ايديها من على وشها بصدمة: سيف كان هنا امبارح صح؟ ندى بصت لها بقرف: سيف ازاي يعني؟ مش فاهمة. دموع وقفت وهي بتهرش في دماغها بقلق: مش عارفة، مش فاكرة، بس انا حاسة انه كان هنا والله، انا فاكرة حاجات كده وكان حاضني. ندى بصت لها بدون تعبير، وواحدة واحدة الضحكة سمعت في البيت كله وهي ماسكة بطنها. يا نهار فحلقي، سيف حضنها؟ تأثير الفراق وقلنا معلش، لكن سيلفر حتة واحدة يخرب بيت أحلامك. دموع قعدت وهي بتفكر: ممكن يكون حلم. وبصت لندى بعصبية: هو ايه يا اختي سيلفر حتة واحدة دي؟ ليه ان شاء الله؟ كان النبي يوسف عليه السلام، ده انت عيلة رخمة على الصبح. وقامت دخلت الحمام ورزعت الباب وراها ووقفت قدام المراية وهي بتعصر دماغها وبتحاول تفتكر اللي حصل امبارح بدون فايدة غير صور زي الأدغاس.
خدت شاور علشان تفوق وطلعت لبست من هدوم ندى وخرجت تعمل قهوة علشان الصداع اللي حاسة بيه. كانت ندى بعديها دخلت تاخد شاور وهي تحت المية، شافت صورتها وهي بتقول لفارس انت حلوة قوي، لكن هزت دماغها بالرفض وخرجت لبست وشربت القهوة مع دموع. نزلوا مع بعض واتقابلوا مع سيف وفارس وتميم اللي بيتكلموا مع بعض، وسيف وراهم ولابس نضارته السودا وملامح وشه ما تتفسرش. شاف دموع وقبض على كف ايده وهي ذكريات الليلة الجحيمية عدت قدام عينيه. ندى بهدوء صباح الخير. سيف وتميم ردوا الصباح وفارس كان متوتر. ندى كملت مشيت امتى يا فارس؟ اليوم كان كله ضغط اعصاب امبارح ومش فاكرين اللي حصل. فارس بلع ريقه وبص لسيف اللي معبرهوش. تعالالي ده انت جيتني برجلك يا ابن مها الواطية، قالتها صباح اللي شافتهم معديين وهي جايبه فطار وراجعه تجري عليهم. فارس وقف ورا سيف. اهدي يا صبوحه ما تفهميش غلط. غلط بقى تشربني منكر وتدهولنا معاك واحنا وراك زي المغفلين وتقولي غلط؟ ده انا هطلع روحك. ندى ودموع بصوا لبعض بصدمه وهما مش فاهمين. ندى برفعة حاجب منكر؟ منكر ازاي يعني ياما؟ صباح بصت لسيف. الواد السهن اللي واقف وراك ده جاب لنا عصير مخلوط بخمره، انا كدبت نفسي وصدقت كلامه اول ما دقته، لكن اتدهول وانام وانا قاعده واصحى زي ما اكون واكله علقه حمار في مطلع. ده اللي اكد لي. بتستغفرني يا فارس؟ فارس بص لندى وبهمس لسيف ما تعمل حاجه يا برو، خلاص بقى حقك عليا مش هتتكرر. سيف قرب من صباح حضنها وبس دماغها. حقك عليا انا يا صبوحه، عيل وغلط، وبعدين انت نسيتي انا ويوسف لما جبنا لك سجاير فيها ديناميت؟ معلش هو كان عايز يهزر معاكم شويه ويضحككم، ما يقصدش حاجه يعني، وبعدين انا ظبطتهولك ولسه كمان هفرجك عليه. صباح بصت لفارس اللي حدف لها بوسه في الهوا. من ناحية ضحكنا فهو ضحكنا، بس مش هفوتها لك انا بقول لك اهو. فارس ابتسم وراح حضنها. حبيبتي يا صباحة وربنا بحبك. صباح حضنته وهي بتضرب على ظهره وتقطم فيه بالكلام. فارس بشويش هو انت نسيتي لما قلتلك جوزيني بنتك؟ صباح بعدت عنه. هو انت كمان ليك عين يا بجح؟ ولا يا اخويا ما نسيتش. يلا نهاركم ابيض خلوا بالكم من البنات دي امانه عندكم. سيف بص لدموع اللي بصاله وعينيها كلها توتر وقلق ولف وشه الناحيه التانيه. يعني ايه ياما تحضنيه وتضحكي معايا بعد اللي عمله ده؟ خلاص يا انسه ندى هو عارف غلطه وسيف عطاه لما كفاه وهو ندمان والله ما كانش يقصد حاجه وحشه. انت نزلت ليه من غير ما تفطروا يا بنات؟ دموع بلعت رقها. بعدين يا خالتي يلا يا ندى علشان ما نتاخرش عن اذنكم. استنوا هتمشى معاكم لحد الناصيه اجيب بصل اخضر. ما تستبحي يا مع الصبح بصل ايه بس؟ ده انا هاكله الملك اللي شبه الفرخه الدايخه علشان تفوق. يخيبك يا فارس. ندى منرفزه انت كمان بتضحكي وعاجبك؟ صباح كتمت ضحكتها. اعمل ايه ما هو اللي واد قمر ويتحب عسل كده عسل، بس شكله عينه منك يا ندى. ندى بصت لامها. عينه من مين ياما؟ ده عينه من كله، وبعدين ده عيل ياما هو في ايه؟ همشي اقول للناس ده عيل علشان تصدقوا؟ يا اختي خديه فرفوشي يدلعك وبعدين ابقي ربيه، وبعدين من دلع عيل يا بت؟ ده يشيلك يطبقك نصين، هو بالسن ولا ايه؟ استني كده شويه وسيف هيخليه يسيد العقلين وهيظبطه. وهنا عدت لمحه على ذاكره ندى لما كان بيقول لها ما تقلقيش انا بحب اهزر بس ساعه الجد عاقل. فقلبها دق بعنف لما افتكرت قربه منها ووقتها واتصلبت مكانها. في ايه مالك؟ ايه يا رب اليوم اللي مش فايت ده؟ ندى بتوتر. ها؟ لا مفيش تهيؤات. وصلت ندى ودموع على اول منطقتهم مستنيين تاكسي يعدي وصباح واقفه معاهم. سيف طلع خد عربيته من الجراج وتميم قعد جنبه وفارس ورا، وعدى من قدام دموع وندى وصباح اللي واقفه معاهم. سيف ببرود من شباك العربيه. اركبوا يلا. شكرا يا استاذ سيف اتفضل انت واحنا هنوقف تاكسي. ازاي بس؟ ده انتوا امان الصباح وزي اخواتي دلوقتي. اتفضلي يا مدام دموع. ايه ده كله ايه ده كله؟ ولو بالك عربية يا واد يا سيف. سيف ابتسم من غير نفس. ملكك يا صبوحة في اي وقت انت عارفة يعني، ده انا لحم اكتفي من خيرك. صباح مصمصت. والله يا اصيل يا واد يا سيف ويلوموني ليه بحبك؟ ده انت روحي كده روحي. يلا يلا يا بنت انت وهي اركبوا يلا مع سيف. وفتحت الباب اللي ورا وزقت ندى وبعدها دموع. يلا مع السلامة في رعاية الله. سيف شاورلها بايده وطلع بالعربية من غير كلام. ندى بصت لفارس بقلق واتكلمت بهدوء.
ايه اللي حصل امبارح يا مصيبة؟ انا مش مطمنه لك. فارس قاعد جنبها بأنوثتها المهلكة وريحة برفانها المثير زود نبض قلبه وافتكر اللي حصل امبارح. فارس بهدوء: ما حصلش حاجة يا ندى. ندى بصت له باستغراب وقلبها نبض من نظراته وطريقة كلامه واستغربت نفسها. اهي ندى دي اكبر دليل ان في حاجة حصلت وهعرفها. فارس ابتسم: ليه؟ هو مش انت اسمك ندى؟ ندى بسخرية: الله يرحم طنط، انا كنت بنكشك مش اكتر. طنط مين؟ ده انتي واصله الكوي حتى بالعافيه. ندى بصت له وهي مش مطمنه وفي حاجه من جواها هي مش عارفه ايه هي. مش عارفه، واكتر حاجه مخوفاها انجذابها الغير طبيعي لفارس، واقل حركه منه بتسرع نبضها وبتوتر جسمها. دموع كانت قاعده تبص لسيف في المرايه وكانها لما تفضل باصه ليه هتفتكر اللي حصل. سيف كان مركز معاها بس مش باين بسبب النضاره اللي لابسها. وتميم من ساعة ما فتح التليفون ورسائل ياسمين بقت توصل ورا بعضها ومش قادر يسامحها ولا قادر يقسى عليها. وصلوا الشركة وكل واحد راح في مكان، وتميم نزل وقف في مكانه ومشى الحارس اللي وصل ياسمين اللي بصت له بعتاب وحزن وطلعت على مكتبها سلمت على سيف وفارس ودموع وندى اللي استغربوا حالتها. وكل واحد راح مكتبه وشاف شغله بعقل شارد. دموع خدت ملفاتها وخبطت على مكتب سيف اللي سمح لها بالدخول ودخلت بهدوء ظاهر لكن كلها توتر. مساء الخير، ده الشغل المطلوب مني، اتفضل. سيف شاور لها على المكتب علشان تحط الملفات وقلب برود: شكرا يا مدام دموع، تقدري تتفضلي. دموع حطت الملفات ولفت علشان تخرج ووقفت في مكانها. هو امبارح انت جيت عند خالتي صباح؟ ليه بتسألي؟ دموع بهدوء: جيت ولا لا؟ رد عليا ارجوك. سيف بهدوء: جيت. دموع بخوف: وحصل ايه؟ سيف رفع كتافه بلا مبالاة: ولا حاجة، كنت بتتخانقي انتي وندى وفارس اتورط وسطكم، جيت لحقت الموضوع وخدت فارس ومشيت وانتوا دخلتوا اوضتكم بس كده. دموع بتوتر: متأكد؟ سيف هز دماغه: اكيد، بس ليه بتسألي؟ دموع هزت دماغها بالرفض: لا لا لا، مفيش تهيؤات، عن اذنك. ولفت علشان تخرج. مدام دموع؟ ايوه. سيف بجدية: في رحلة لشرم علشان إعلان شركة التخييم اللي لازم نصوره ونكون موجودين، هتعملي ايه؟ دموع بتوتر: مش عارفة. سيف ببرود وهو قابض على كفه: على العموم دي هتكون بعد أسبوع، تكوني فكرتي كويس وشفتي هتعملي ايه، بس مفيش مجال للرفض، الشغل شغل، نجيب غيرك لو مش قده. دموع بغصة: سيلفر، هو انت ليه بتتعامل معايا كده؟ انا دموع جارتك قبل ما اكون موظفة هنا. سيف بحزن: روحي شوفي شغلك. دموع بلعت غصتها وهزت راسها بهدوء وخرجت وهي مقهورة. راحت لندى اللي قاعدة سرحانة. سرحانة في ايه؟ ندى حاطة ايدها على خدها: في فارس، الواد مش طبيعي، هادي كده وعاقل وبيخلص كل الشغل اللي بيسلمه ليه. مش عارفة، ولا انا اللي بقيت مش طبيعية يا دموع؟ مش طبيعية ازاي؟ ندى بتوتر: مش عارفة يا دموع، هموت وافتكر اللي حصل امبارح. انا من ساعتها مش على بعضي، واقل كلمة ولا حركة منه بتوترني كده. انتي فاهماني يا دموع؟ دموع وهي بتبص لندى كأنها براسين: بحاول افهمك يا ندى. ندى نفخت بضيق: مش هتفهمي لاني مش فاهمة نفسي اصلا يا دموع. وبنشوف ياسمين، منظرها الصبح كان مش مطمني. دموع وافقت وطلعت مع ندى اللي شافت فارس واقف معاها نادي ووشها احمر بغضب: روحي انت يا دموع وانا جايه وراك اهو، يلا. دموع كملت وندى راحت لفارس والبنات اللي واقف معاه: استاذ فارس. فارس لفلها عيونه: ايوه انسه ندى. ندى بلعت ريقها وعدى عليها نفس الكلمه وهو قريب منها قوي: ايه الجنان ده بقى؟ افندم؟ ها؟ فين الملف بتاع اخر الصفقه؟ مش لاقياه، اخر مره كان معاك، بتراجع عليه. على مكتبك. ندى هزت دماغها بالرفض: لا مفيش، اتفضل شوف وديته فين علشان عايزاه ضروري، عن اذنك يا هنادي ورانا شغل. ندى مشيت ورا فارس وبعصبيه: مش مكسوف وانت واقف معاه بعد الحفله والوقعه اللي وقعتوها؟ فارس رفع كتفه لفوق: واتكسف ليه؟ الموضوع وانتهى، هفضل دافن نفسي فيها، وبعدين ما كانش في حاجه تكسف. ندى بسخريه: هو بالنسبه لابو شفايف. فارس ضحك: قوليلي لو عاجبك ابعتهولك او اجيبلك زيه. وبص على وسطها: عليك هيبقى جامد. ندى بعصبيه: احترم نفسك، مش انت اللي بتنكشيني. وبص على المكتب بعد ما دخلوا: واهو الملف اهو، ايه مش شايفاه؟ ندى ببرود: انا عارفه انه على المكتب بس مش همشي على المك من ورا البنات يا استاذ فارس، احنا هنا بنشتغل مش بنشقط. فارس كتم ضحكته وبجديه:
والله هشتغل اشقط مش قصتك، المهم اني مخلص كل اللي ورايا ولا ايه؟ وبعدين ايه همشي المك من ورا البنات دي؟ هما اللي بيجروا ورايا يا قلبي، هما اللي بيلفوا ورايا، افتكري دي كويس. ندى بسخرية: هو اشمعنى انا بتلفوا ورايا؟ فارس ببرود: لو عليكي فانتي علشان مميزة، واللي عملته معاكي عمري ما عملته مع غيرك، وياريت في الاخر قدرتي. ندى اتوترت بس ببرود مماثل: حصل امبارح يا فارس، مش هسألك تاني، وكنا بنعمل ايه فوق السطح؟ فارس ضحك وقرب منها، شغل التليفون وفرجها خناقتها هي ودموع. يا نهار ابوك اسود. نعم. احم. انت اتجننت يا فارس؟ انت مصورنا واحنا بنتخانق، وبعدين بنتخانق ليه اصلا؟ وحصل ايه بعديها؟ فارس وهو خالد بيضحك: ما حصلش حاجة يا قلبي، وبهمس: روح قمر لبستك امبارح بس. ندى بصدمة: انت انت بتقول ايه؟ تقصد ايه من كلامك ده؟ فارس رد عليا، انا بكلمك. فارس قرب منها بسرعة: بقول اني عايزك ومش هتنازل عن انك تكوني ملكي، انا هتغير عشانك صدقيني. لا لا، ده شكلها الخمرة بتاعت امبارح ما اثر عليك، عن اذنك. فارس شدها من ايدها وخبطت فيه: انت شايفة كده يعني يا ندى؟ ندى بتوتر: ابعد عني يا فارس، اللي في دماغك ده مش هيحصل، انت مش هتعرف توقعني يومين تتسلى وتبعد زي غيري، فبقولك ريح نفسك، انا اكبر منك، ليه مش مقتنع؟ فارس بهدوء: صدقيني مش هيحصل، وحياتك عندي مش بتسلى، اسمعيني، انسي خالص اني اصغر منك. بصيلي، انت شايفة اني يبان عليا اصلا؟ ندى ارجوكي ادي علاقتنا فرصة واحدة بس، وصدقيني مش هتندمي. ورجع شعرها لورا ومسح على خدها بهدوء: صدقيني انا حبيتك يا ندى، ومش هتنازل عن الحب ده، حتى لو انتي مش قادرة تبادليني، فكري علشان خاطري، اوكي؟ ندى هزت راسها بهدوء وجسمها كان بيترعش وهي بين ايديه. فارس قرب منها بهدوء وندى اتصلبت مكانها، فكرته هيبوسها. فارس ابتسم وبس دماغها براحة وهو بيتنفس راحتها: بحبك يا ندى، بحبك ومش هتنازل غير لما اسمعها منك، مش هضغط عليكي، بس برضو مش هسيبك براحتك يا طنط. ندى زقته: اوعى يا مجنون، انا اصلا غلطانه اني واقفه اسمع لك، طنط في عينك يا طفل. وطلعت تجري من المكتب وفارس وراها بيضحك، وهي كتمت ضحكتها لما سمعته: بالراحه يا غزال، الشركه مش بتاعتنا. دخلت لقت دموع حضن ياسمين اللي بتعيط على اخرها وبتقول: بحبه والله يا دموع، بس غصب عني، صدقيني اللي حصل مش بايدي. ندى ضحكتها اختفت: ايه اللي بيحصل؟ مالك يا سوسو؟ في ايه؟ حد يطمني. دموع بسطت لها بمعنى اهدي، بس يا ياسمين علشان خاطري كفايه، وبعدين اللي انت فيه ده مش طبيعي، لازم تتابعي مع دكتور نفسي. ياسمين مسحت دموعها: ده اللي هيحصل، بس انا كنت متردده اخد الخطوه دي، بس خلاص لازم اتعالج. حبيبتي انت كويسه، هما بس شويه ذكريات وحشه، لو اتكلمتي مع الدكتوره عنهم هتقدر تساعدك انك تتخطيهم. وتميم صدقيني يستاهل، ده حد محترم جدا وهادي، وانت بتحكيلي ما كنتش مصدقه ان ده تميم، برغم ان الفضول هيقتلني ولازم اعرف الموضوع، بس حد يصاحب سيف وفارس ويفضل هادي؟ ده شكله كان بايت عندهم امبارح وكلمني لاول مره من ساعه ما اشتغلت هنا في الشركه. ياسمين باستغراب: تميم كان بايت عند سيف؟ معقوله؟ ندى قربت منها حضنتها: وليه لا، سيف متواضع جدا وصاحب صاحبه، واكيد قدر يتخطى اسوار تميم الكائن الالي زي ما البنات بتقول. ورفعت وش ياسمين بين ايديها: شكلك بتحبيه. ياسمين عضت على شفتها بخجل: شكلي كده وبغصة، بس انا جرحته. ندى رجعت حضنتها وهي بتطبطب على شعرها: كله بيتعالج، مفيش جرح بيدوم، وطول ما بيحبك اكيد هيسامحك. وقعدت وهي بتضحك: شفتوا فارس المجنون؟ فارس تاني؟ عمل ايه تاني؟ ندى رفعت شعرها بغرور: بيقولي بحبك وهتغير عشانك. دموع وياسمين بصوا لبعض وفطسوا من الضحك، دموع بضحكة: يا لهوي بتهزري؟ فارس بيحبك؟ طب ازاي يا طنط؟ ندى ضحكت معاهم: ما ده اللي مجنني يا ابني، انا اكبر منك؟ يقولي بصيلي وهتعرفي انه مش باين عليا، ده انت محصله كوعي بالعافيه، وربنا مجنون. ياسمين خدت نفسها بعيدا عن السن وجنونه، بس فارس راجل يعتمد عليه، وفعلا لو قدرتي تغيريه يبقى شابو ليكي، وكلنا نقف نسقفلك ونرفع القبعة على انجازك. ندى بسخرية: انت التانية صدقتي؟ فارس هوائي يا ياسمين، وشافني صعبة الوصال، دخلني من ناحية الحب. ما اظنش، اخويا دون جوان ومدوبهم فيه دوب، مفيش حاجة صعبة عليه. سوري يعني يا ندى. ندى برفعت حاجب: وحياة البوكسر ابو شفايف لا تسكتي. دموع غمزت لها وافتكرت كلام فارس امبارح: شغلك انت البوكسر ابو شفايف.
ندى ضحكت. انت هتعملي زيه؟ دموع بضحكة. ما انا افتكرت الحتة دي بس من كل اللي حصل. اه صح، مش انا قلتلك سيف جه ما صدقتنيش؟ ندى اتعدلت. عرفتي ازاي؟ هو قال لي كنت بتتخانقي انت وندى وفارس معرفش يتصرف، جيت فصلتكم وخدت فارس ومشيت. فعلا انا وانت امبارح كنا بنتخانق. منك لله يا فارس، سحلتنا. وبصت لياسمين. اخوك العاقل المتربي 10 مرات شربنا خمره امبارح مخلوطه بعصير، لو ايه بيقول لنا عصير السعاده واحنا زي الخرفان شربنا بدون تفكير. وقعدت تضحك هي ودموع وياسمين، وكل واحده بتحاول تفتكر اللي حصل، برضه مفيش فايده. انتهى اليوم بانهزار وضحك وشغل وحزن وفضفضة ونكش فارس لندى وبرود سيف مع دموع وحزن تميم من ياسمين. فات اسبوع وكان حسين مش مبطل الحاح على دموع، ومن الناحية التانية ملك اللي كانت حاسة بالذنب وبتحاول تصلح العلاقة. استمر برود سيف من دموع وحزن تميم من ياسمين ومعاملة روتينية باردة وجنون فارس وندى، لحد قبل ميعاد الرحلة بيوم دموع نزلت تقابل حسين في مطعم بعد إلحاح لمدة يومين. وصلت دموع المطعم وحسين شاور لها وهو قاعد على الترابيزة ومبتسم. قربت منه دموع بهدوء وسلمت عليه. ازيك يا حسين؟ مش كويس يا دموع، يرضيكي كده بنتعامل زي الاغراب؟ دموع ارجعيلي واوعدك مش هزعلك تاني ابدا، صدقيني اتعلمت الادب في الاسبوع ده. دموع بحزن. مش قادرة أصدقك. حسين مسك ايدها بسها بهدوء. لا صدقيني، فرصة واحدة بس وانا هثبت لك اني اتغيرت يا دودو، وحياتنا هنرجع زي الاول واحسن. دموع هزت راسها. تمام، هحاول اسامحك. على العموم في رحلة تبع الشركة اسبوع لشرم الشيخ، وكمان لازم تعتذر من المدير اللي انت رحت اتخانقت معاه. قلت ايه؟ حسين جز على اسنانه وقبض على كف ايده تحت الترابيزة ووافق، وهو في باله ما انا مش هسيبك ليه يا دموع. موافق اعتذر وموافق على الرحلة، بس على شرط انا هروح معاكي. وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة. يا ترى دموع هتوافق تاخده معاها الرحلة؟ ولو اخدته شكل الرحلة هتكون ازاي وفيها سيف وحسين؟ حبايب قلبي اكتبولي بقى توقعاتكم للحلقة الجاية، ولو حلقة النهاردة عجبتكم ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناة ووصلوا الفيديو ده 10,000 لايك، وما تنسوش الشير مع كل اصحابكم. واستنوا الحلقة الجاية قوية وكوميدية جدا جدا. يلا مع السلامة من قناة حكايات أم جنى وزينة، بحبكم قوي، سلام.